كنت عامله لكم الفلوج باظ بعد ما صورت وتعبت فيه ومصوره في الشارع ورايحه جايه ومصوره لكم النيل. الفلوج باظ. تعبي يا تعبي، الفيديو باظ، الفيديو طلع اسود. مش عارفه ليه، مش عارفه ايه اللي حصل، والله ما عارفه ايه اللي حصل. يلا، هصور فلوجات برضو تاني، هصور فلوجات تاني. نكمل بارت 2 من ازاي رجعت عيالي لحضني بعد 10 سنين، او بالتحديد بناتي، ازاي رجعتهم لحضني بعد 10 سنين بعيد عني. وقفنا المرة اللي فاتت ان انا كنت تعبانة وبعت رسالة لابو الولاد وما ردش عليا. بس مين بقى شاف الرسالة؟ بنتي الكبيرة شافت الرسالة، خدت الرقم، اتصلت عليا. وفي الاول هي كانت غضبانة، يعني جواها طاقة غضب من اللي اتقال لها. اتقال لها ان امك مش عايزاكوا، اتقال لها ان امك رميتكوا. طب ما كنت رميت التالت معاكوا لو رميتكوا. اتقال لها آه، ان انا قلت لو جبت البنات هرمهم لك في الملجأ. قال لها كلام كتير قوي كده. هي كانت 9 سنين تقريبا، ف ما كانتش مدركة قوي اللي بيحصل، بس هي كانت شايفة المشاكل اللي بتحصل. في مرة من المرات اللي كنت متضايقة من اللي بيحصل بسبب باباها، قبل ما ننفصل، شافتني وانا بعيط في البلكونة. بدخل البلكونة اقعد اعيط، فلقيتها جت قالت لي انا عارفة انتي بتعيطي ليه، انتي بتعيطي عشان بابا بيضايقك. فهي كانت شايفة بس مش مدركة قوي، لسه صغيرة. فطبعا لما اتقال لها ان ماما رمتكوا وان ماما مش عايزاكوا وان ماما قالت لو جبتهم هرمهم لك في ملجأ، صدقت. فقعدنا اتكلمنا. هو اول يوم بس اللي كان جواها طاقة غضب كده، بس الحمد لله قدرت يعني اسيطر على طاقة الغضب دي. وابتدينا نتكلم كل يوم من ورا اي حد هناك. توتة كانت عشان صغيرة فما كانتش فاكراني اصلا. توتة كانت مش عارفة، يعني ما تعرفش شكلي، ما تعرفش طبعي، ما تعرفش اي حاجة عني، مش فاكراني. لان هي حبيبتي اتاخدت 4 سنين، فاللي هو ما كانتش فاكرة ماما. فواحدة واحدة ابتدينا نتكلم، انا وحبيبة الاول. بعد كده حبيبة قالت لتوتة، ابتديت اكلم توتة، وابتدوا بقى يقولوا لي ايه اللي بيحصل. وال10 سنين دول ازاي هما كانوا مرميين. انت ما خدتش البنات عشان خاطر تهتم بيهم او ان انت تشيلهم، انت خدتهم لمجرد العند بس. هل انت شلت بناتك؟ لا، انت رميتهم لمامتك ولاخواتك خدامين. واللي اتحكى لي كتير من البنات المعاملة اللي زي الزفت. ولما خدت البنات، واحدة تانية غيري شافت الإصابات اللي في بناتها، اللي لسه بالمناسبة لغاية دلوقتي معلمة باللون البني، ما بتروحش. ظهر بنتي معلم كده مجلود. واحدة تانية كانت خدت البنات وراحت عملت محضر إثبات حالة بالإصابات اللي فيهم. بس أنا ما عملتش كده، عشان أنا عارفة إن حق بناتي هيرجع تالت ومتلت من صاحب الحق. هيجيب حق بناتي تالت ومتلت ومربع. ويكفي طاقة الكره اللي انتوا زرعتوها فيهم، اللي انتوا كنتوا قاصدين تزرعوها ليا انا. كنتوا عايزين بناتي يكرهوني، سبحان الله. زرعتوا كره ليكوا انتوا، وانا بناتي في حضني. واللي بيشوف بناتي معايا بيفتكر ان عمرهم ما سابوني،
وان احنا ام وبناتها صحاب جدا، عمرهم ما سابوه، كأنهم عمرهم ما فرقوا حضن يوم. اصل محدش بينسى ومحدش بيكرههم، الا بقى لو كانت ام قاسيه فعلا، اه دي تتكره. ودي قليله قوي، مفيش ام بتكره عيالها ومفيش ام قاسيه على عيالها، بس فيه، هو فيه. عشان كده مش هقول غير حاجه واحده بس: من اعمالكم سلط عليكم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. المهم قعدنا بتاع شهرين نتكلم، جينا في النص فطكوا في الكلام، عمتهم خدت بالها، فاتشالوا واتحطوا وبتاع، وابتدوا يزرعوا كره جديد تجاه امهم، ان هي عايزاهم عشان تشغلهم خدامين، وان هي هتاخدهم تجوزهم لرجاله كبيره وتاخد فلوس. طب مش كنت اتجوزت انا الرجاله الكبيره؟ انا اولى، انا اتجوز رجاله كبيره واخد فلوس. كلام كله كذب في كذب عشان بس تكرهوا البنات فيا. سبحانك يا رب، ما كرهونيش. وجم وشافوا امهم ايه، قلت لهم ان انا شغالهم خدامين، في حين ان انتوا اللي كنتوا مشغلينهم خدامين. كنتوا انتوا قاعدين وبناتي هم اللي شايلين الليله كلها، بنات لسه كتاكيت، شايلتهم الطين. المهم ما طولش عليكم، قولوا يا ريتي طولي. عمتهم لما عرفت وابتدوا يزرعوا الكره برضه في بناتي، كلمتها عشان اشوف ايه، وفي نفس الوقت اطمنها ان انا مش هاخد البنات، وان بناتكم في حضنكم انا مش هاخدهم، بس من حقي اشوف البنات يعني خميس وجمعه على الاقل. تقوم تقول لي ايه: لا ما هو مش بمزاجك ولا بمزاج ابوهم، الحكم لينا احنا، احنا بس اللي نحكم على البنات. طب امارة ايه؟ هما جواري عندك؟ الحكم ليا انا، لباباهم اولا، ولو هو مش موجود يبقى الحكم ليا انا، امهم، مش ليكي ولا لحد تاني. عرفتي ان الحكم ليا؟ دي رسالة، وعارفة انها هتوصل. المهم فضلنا نتكلم انا والبنات، لقيت معاملة سيئة جدا، والبنات بتتضرب وتتلطش ويتجلدوا بالسلك ويتجلدوا بخرطوم الغسالة ولا خرطوم الأنبوبة وحاجة يعني. واحدة غيري كانت عملت محاضر، بس أنا سبتكم ربنا. رحت قايلة لبناتي أنا جاية أخدكم، عايزين تعيشوا معايا؟ قالوا لي اه يا ماما احنا مش عايزين نعيش هنا. قلت لهم أنا جاية أخدكم. اتفقت مع المحامي وعملت الولاية التعليمية، قدمت عليها عشان أول ما أخد بناتي خلاص بقى، ما أنا اتعلمت الدرس. فاكرين الدرس بتاع المدرسة؟ اتعلمت الدرس إن لازم يكون معايا ولاية تعليمية عشان يبقى الحكم ليا بحكم المحكمة. رحت واخدة بعضي ومكلمة المحامي، قلت له أنا عايزة بناتي في حضني. جينا يوم الجمعة قلت إيه هروح مع المحامي، حصل له ظرف ومعرفش يجي معايا بعربيته. اتصلت بسارة اللي كان فرحها الجمعة اللي قبل اللي فاتت: سارة أنا عايزة بناتي ومش عارفة أعمل إيه، والمحامي مش فاضي يجي معايا. كانت هي في دبي. قالت لي طيب أنا نازلة من دبي يوم الأحد، يوم الاثنين هنروح نجيب البنات بالعربية. وهنا تا 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 السسبنس كله. استنوني في بارت 3 الفيديو اللي جاي.